السلام عليكم واهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل احلى واسهل كيك، وهي كيك السينابون. طريقه سهله وبسيطه جدا وطعم مختلف. هنقول بسم الله وهنبدا المقادير. معانا هنا اول حاجه في مقادير الكيك كوب ونص من الدقيق، ومعانا بعد كده طبعا الدقيق ده منخول، كوبايه ونص من الدقيق المنخول، ومعايا 2 بيضه، ومعايا معلقة كاكاو كبيرة على معلقة قرفة كبيرة على حوالي 4 معالق سكر خشن، ومعايا نص كوباية من السكر الخشن، ومعايا نص كوباية من اللبن على معلقتين زبادي، ونص كوباية من الزيت على معلقة أو مكعب زبدة، وفانيليا، وكيس بيكنج باودر أو معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وطبعا رشة الملح. اول حاجه هنجيب المقادير كده الجافه. حطينا الكوبايه ونص دقيق عليهم البيكنج باودر، باكت بيكنج باودر او معلقه كبيره زي ما قلنا، وحطيت رشه ملح بسيطه جدا، ذره ملح يعني، وهنقلبهم كده على بعض زي ما انتم شايفين، وهنركنهم على جنب كده. المقادير الجافه خلصنا منهم، ونكون ناخلين الدقيق. بعد كده جبنا الخلاط وحطينا البيض، الاتنين بيضه، على نص كوباية الدقيق، على نص كوباية السكر الخشن، ونص كوباية اللبن على معلقتين الزبادي. بيفرقوا على فكرة، الحاجات دي بتفرق في الطعم جدا. وحطينا نص كوباية الزيت على مكعب الزبدة. مش حابين تحطوا زبدة زي ما تحبوا يعني، بس هتديها طعم حلو. ممكن لو عندك سمنة بلدي حطيها. وحطينا الفانيليا، وهنضرب بقى المكونات دي كلها في الخلاط كده ضربة حلوة لغاية كده ايه ما كل الخليط يتخلط مع بعضه. يعني حوالي دقيقة كده، دقيقتين، نفصل ونضرب. وبعد كده هننزل كل الخليط ده على الدقيق بالبيكنج باودر اللي حطيناه، وهنقلب كده بالمضرب اليدوي العادي. وممكن نحط الدقيق على فكرة في الخلاط عادي جدا، ونضربه ضربتين 3 لغاية ما يتقلب مع بعض. هنا بقى بنحط بقية المقادير وبالمضرب اليدوي عادي جدا. بنكون بقى مجهزين القالب معانا بتاع الكيك. انا بحب اعمل الكيك ده في القالب اللي هو قالب الانجليش كيك، بيدي شكل حلو كده. شايفين بقى سمك العجينة عامل ازاي، خفيف شوية كده. وبعد كده بقى ايه، حطيت ورق الزبدة على القالب بتاع الانجليش كيك، وهحط كده يعني طبعا مش الخليط كله او مش الكيكة كلها، هحط كده شوية. وهكون بقى مجهزة معايا الكاكاو على القرفة على السكر الخشن، وهنرشهم كده بحيث ان هي تبقى تعمل طبقات، كاكاو على قرفة على سكر خشن. وهنحط طبقة تانية. عايزة اقول لكم بيبقى طعمها حلو جدا. طبعا كلنا عارفين السينابون اللي هي المعجنات. عايزة اقول لكم ان هي بيبقى نفس طعمها بالظبط، يعني كيكة جديدة كده هتعجبكم. وبرضو بعد ما حطينا الرق ده هنحط كده رشة برضو من القرفة والسكر والكاكاو، وبرضو هنعمل طبقات. طبعا انتوا كده عرفتوا الفكرة يعني ماشية ازاي. طبقة من الكيك وطبقة من السكر بالقرفة والكاكاو، ونحط طبقة تانية، ونفضل بقى شغالين كده لغاية ما نخلص الكيك. وطبعا بنبقى اخر حاجة بيبقى كيك مش قرفة وسكر يعني. بعد كده بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 200 في الاول، وبعد كده اول ما بنحط الكيك بننزلها ل170 او 180، وبنسيبها بقى كده على الشبكة زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هنا الكيك يعني ما شاء الله، الشقة دي كده معناها ان الكيك ناجح جدا وحلو جدا. هنا بقى بنسيبه ما يهدى خالص، وبعد كده بنقطعه. بلاش نقطعه وهو سخن علشان ما يفرولش معانا. وهو بقى سخن بنجيب اي نوع مربى عندنا بنحطها على الوش. ممكن نعمل الصوص بتاع السينابون اللي هو اللبن بالجبنة الكيري او الجبنة الكريمي ولبن بودرة وكريم جانتيه، ونضربهم في الخلاط وسكر، نضربهم في الخلاط ونحطهم عليه، وشوكولاتة على الوش. بس انا حبيت اخليها بسيطة كده. شوية مربى كده، شوية مربى مش لو عندك سيرم، اي حاجة كده تلمع للوش زي ما انتوا شايفين بتدي طعم حلو. ويعني ايه حاجة ايه يعني خفيفة كده، مش لازم بقى كريمة وكده. هنا بقى بلمعها كلها كده بعد ما طلعت الكيك من القالب بعد ما برد شوية يعني. وما بنقطعهاش بقى الا لما الكيك بيبرد خالص زي ما انتوا شايفين بقى كده.
وحطيت عين جمل كده على وش الكيك، بيديها طعم حلو جدا. بالذات برضو لو عملتي الكريمة ممكن تكسري عين الجمل وتحطي شوكولاتة. وحطيت كده لوز زي ما انتوا شايفين. جربوها بجد والله هتعجبكم جدا جدا. عشاق السينابون هيحبوا الكيك ده قوي. هنا بقى نقطعها زي ما انتوا شايفين كده. بجد من احلى الكيكات اللي هتعملوها، وهتحسوا ان هي مختلفة عن اي كيك. كوباية شاي كده بقى او فنجان قهوة في نص اليوم كده وتاكليها او تشربيها. شايفين بقى الحشوة اللي احنا حطيناها عاملة ازاي. جربوها هتعجبكم جدا، واهم حاجة ما تنسوش اللايك.